متى يجب أن نزور طبيب الأسنان ومتى يجب أن نتعرف على صحة الفم مع الدكتورة رؤى الطريفي؟ هي بتقول لنا طبيبة وشاعرة أو شاعرة وطبيبة. مرحبا بك وصباح النور. صباح النور عليك يا عمار. كيف أخبارك؟ الحمد لله تمام. طبيبة وشاعرة ولا شاعرة وطبيبة؟ والله أنا قاعد أحب أقول شاعرة وطبيبة لأنه الشعر بدأ معي قبل الطب، لكن وبتشعروا برضه بوجعة الطب طبعا الزول العيان. خلاص هو بقى المهنة بتاعت الحياة. بقى مهنة. بقى المهنة الأساسية. طيب في المهنة ذات نفسها متى يجب أن نزور طبيب الأسنان؟ طيب إحنا بنقول إنه as early as possible، يعني كل ما كان أبدر أنت المفروض تمشي للدكتور بيكون أفضل، قبل ما أصلا يكون عندك مشكلة أو يكون في ألم أو حوجة للطبيب. الزيارة الأولى مثاليا كده مفترض تكون مع بداية ظهور الأسنان في فم الطفل، اللي هي بتكون في 6 شهور تقريبا. ده الصح، إنه إحنا أول ما تبدأ الأسنان تظهر نقوم نمشي للطبيب عشان نشوف إذا في مشاكل نلحقها من بدري، لو في تأخر في البزوغ، لو في حاجات كثيرة. الزيارة الأولى دي بتخليك أنت تتحاشاها. طيب دي الزيارة الأولى المفروض تكون من سن مبكرة. طيب في السن المبكرة ذات نفسها بقول لك إنه الطفل أول ما أسنانه تبدأ تظهر لابد إنه في عادات تختفي معه، اللي هو رضع الأصبع. يعني عند الأطفال تسبب أحيانا يقول لك والله عدم إنه السن تنمو بشكل سليم أو بشكل مستقيم، ربما بيخلي بعد ذاك إنه الناس تلجأ للتقويم بشكل واضح. صح. احنا العادة بتاعت مبكرا لو تخلينا عنها يعني. العادة بتاعت مص الأصبع دي هي سبب رئيسي لحاجة اسمها الأوبن بايت، اللي هي الأسنان من قدام بتكون ما متلاقية. فبتلقى زول عنده صعوبة في إنه في جاب وبتحس إنه زول عنده صعوبة إنه يقطع. يعني دايما الناس اللي عندهم الفتحة دي من قدام تلقاه السندوتش مثلا بيقوم بيقطعه حتى ياكل. صحيح. ما بيقدر يعضي أسنانه. عشان تعالجه بتعالجه بالتقويم. فبنحاول دايما مع الأمهات في بداية التسنين إنه نحارب العادات زي دي، مص الأصبع، النوم. لما الواحد يكون نايم أسنانه تكون أو فمه يكون فاتح، دي برضو واحدة من الحاجات ده اللي هم إحنا بنسميه الماوث بريزنج، اللي هو بيتنفس عن طريق الفم ما عن طريق الأنف. دي كلها مشاكل بتخليك أنت لقدام تحتاج لتقويم. كيف بيتم النصائح في الحتة دي إنه والله افعلوا كذا ما تفعلوا كذا؟ في حاجات كتير، يعني مثلا مص الاصبع في حاجه اسمها الهابت بريكر، في جهاز بيتركب في صح. اصبع الطفل عشان تلبيسه كده معين ما يخطوا في خشمه، بيوجعوا لما يخطوا. بنحاول بقدر الامكان انه احنا نعالجها بطريقه سيكولوجيه اكثر من انها يعني ادوات واجهزه وكلام زي ده. طيب يعني نمشي شويه. الاسنان خلاص عند الطفل تتكونت بعد 6 شهور واصبح الطفل عنده اسنان سنين تحت او سن فوق يعني. النصائح برضو الاوليه في النقطه دي انه طريقه التنظيف، طريقه التعامل مع الاسنان في العمر الباكر يعني. انا افتكر زمان اهلنا قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الحاجه اللي بتعلمها لطفلك وهو صغير بيقوم بها. اذا عودت طفلك انه يسوق مرتين في اليوم، يتسوق بالطريقه الصح، يقلل من اكل الحلويات، ما حيكون في مشاكل. انت كده بتساعد بنسبه 90% في حمايه اسنان الطفل من انه يحصل له تسوس، من انه يفقد اسنانه مبكرا، لانه دي واحده من الحاجات اللي بتخلينا احنا نمشي للتقويم. الطفل لما تجيه سوسه في وقت بدري تقلع عليه بدري، بالتالي انت حتكون المسافات بتاعت الاسنان دي حافظه المسافه بتاعت الاسنان الدايمه اللي حتقوم. فانت لما تقلع سن بدري حتقوم تخلي مكانه فاضي، هيبقى في لخبطه في الرصه بتاعت الاسنان الطبيعيه المفروض تقوم بها. هتضطر بعد ذاك انت تدخل في المتاهه بتاعت التقويم وعلاج لمده اكثر من سنه، وتكاليف ماديه وزمنيه والم وحاجات كثيره كده مصاحبه لها، انت ممكن كان من البدايه تتفاداها. طيب في يعني على ذكر التكاليف وعلى ذكر الشكل السليم للاسنان والشكل الجميل، في كلام ما بينه والله انه احيانا يعني طبيب الاسنان جزء من عمله هو تجميل للاسنان ذات نفسها، ولكن لو انت كان من بدري جيت كان قدرنا نطلع لك شكل سليم وشكل نظيف وناصع البياض. دائما الحديث حول البياض في الاسنان، التجميل والبياض والاسنان والشكل الصحيح والسليم والصحي. طيب المشكله فعلا انه احنا بنتاخر. يعني الشعب السوداني ما بيمشي للدكتور ليتمكن، يكون خلاص انا لي اسبوع ما نايم امشي للدكتور واول كلمه بقول لك اقلعوا لي. ما بيلجا للخيارات التجميليه.
غير كده انه اصلا بيجيك في مرحله انت بتكون ما بتقدر يعني حتعالج فيها شنو وتخلي شنو. الاسنان الناس مفتكره انها هي بس منظر. الاسنان ما جمال شكل بس، ما ابتسامه بس، انت حتى ملامح وشك بتتغير لو فقدت اسنانك. طريقه نطقك للكلام بتتغير لو فقدت اسنانك. عشان كده مفروض بدري بدري الناس توعى، يعني شكل البني ادم الفم ده بوابه للصحه، بوابه للجمال، بوابه لمخارج الحروف، لكل حاجه. ما بس انه اسناني والله بيضاء، احيانا انت ما محتاج اسنانك تكون بيضاء. الحاجه اللي ما مستوعبها الناس انه بياض الاسنان له علاقه كبيره بلون البشره. يعني انت كل ما كانت بشرتك مايله للسمار كل ما كانت اسنانك افتح، والعكس بالعكس. طيب يعني في الحته بتاعت البياض حقت الاسنان والتجميل وما شابه، بنسمع انه والله يقول لك في السيراميك بين ضفرين اللي هي ماده بتركب على الاسنان، اظن لي اسمها كده. احيانا في المبيضات اللي بتشترى من الصيدليات المختلفه، في احيانا بيقول لك والله استخدم الفحم برضه مبيض بالمفاهيم اللي بنسمعها عندنا. برضه الاشياء الصحيه اللي ممكن تستخدم في الاشياء دي، هل الاشياء دي مضره احيانا؟ طبعا احيانا كثير. لانه انت لما تاخذ حاجه من مكان انت ما عارف جايه من وين، ما بتضمن نقاء وصفاء. يعني ما ممكن انا مثلا امشي اشتري لي بودره تبييض من طبليه او من صيدليه. لا، الصيدليه الصيدليه ممكن تكون شويه امنه لانه في ضوابط برضه للادويه وللحاجات دي، والصيدلانيين ذاتهم يعني ناس واعيين وعارفين بيدوك شنو. في ادويه اون كاونتر انت ممكن تمشي تقول للدكتور اديني لي على الصيدلاني بيديك ليها، لكن الدواء ما مفروض ما في مبيض موجود في الصيدليه ضار. لا مش الفكره انه هو ضار او مدته منتهيه او منتهيه الصلاحيه، اذا ما تم صرفه بروشته. لا، في المبيضات ما بتحتاج لروشته، لكن السؤال ما هنا، السؤال هل انت محتاج للتبييض ولا لا؟ طيب لانه التبييض ده ممكن احتاج للتبييض. 200 بتحتاج للتبييض. التبييض ده احنا بنعمله في حاله انه يكون في اصباغ، يكون في احيانا اصباغ جير. الاصباغ الجيريه بتتشال بتنظيف عادي، تنظيف لسه بينتهي الموضوع. لكن احيانا بيكون في الناس المدخنين او اللي بيستهلكوا المواد الغازيه بصوره اكثر من غيرهم، الحاجه دي بتعمل صبغه في الاسنان، فبنقوم بنلجا الحل بتاع التبييض. عندنا برضو نوع تاني من التبييض اللي هو التبييض الداخلي، ده للناس اللي عندهم مشكله بتاعت فلورايد في المويه الموجوده عندهم. بتلاقي في ناس اسنانهم فيها خط بني كده في الاسنان كلها، او اصفر نوع او نقط. ايوه صح. بتتفاوت ما بين الابيض الى البني الغامق. دي حاله اسمها الفلوروزيس، اللي هو طيب. بيكون الزول مولود في منطقه فيها نسبة الفلورايد في الموية أعلى من المعدل الطبيعي المطلوب للأسنان عشان تتكون، فبيعمل تجمعات، بيستبدل المادة الأساسية الكالسيوم اللي في السن بالفلورايد، فبيبقى لونه عامل كده. دي احنا بنحاول الدرجات الخفيفة التبييض بينفع معها، الدرجات الغامقة شديد أو اللون دارك شديد بني خالص، دي هنا بنلجأ للحتة بتاعت السيراميك اللي قلت قبل اللي هي التركيبات. هي تغليف الاسنان الحل الوحيد. بنقوم نركب عليها من اول وجديد اسنان من برا عشان تحميها، لانه الفلورايد ما بس بيأثر على شكلها، بيخليها كمان اضعف. طيب دائما بنلقى انه الناس بتتكلم عن جمال الابتسامه، جمال الاسنان، الجود سمايل، والله ابتسامه هوليوود. صح، ابتسامه هوليوود. او يقول لك والله هذا الثقر الباسم، يعني بيتكلموا عنها بكلام جميل جدا. والشعراء في الحته دي برضه ما مقصرين. وانت كشاعره وكطبيبه هل بتستحضر اي شيء فيما يخص الكتابه للاسنان او ما شابه جمالها؟ والله لا. طيب ممكن نسمع منك شنو شاعر؟ طيب نمرق منك بحاجتين يعني. تمرق مني بحاجتين. بس انا قبل ما اقول لك شعر كنت عايز اتكلم في نقطه صغيره كده لو في زمن بيسمح. تفضل. في موضه طالعه اليومين ده اسمها تقويم الزينه. ايوه الحاجه دي الكلام بيكون انه والله برضه احيانا بيساعد في الناس الناس بتتكلم عن انه التقويم ممكن ناخده من ناحيه جماليه عشان الالوان وبتتغير كل يوم، كل شهر انت بتمشي بتغير الوان المطاطه اللي بيتركب في السن ده اللي بنبي بكره الشهر الجاي يعمل بنفسجي كده. الحاجه دي الناس مفترض توعى انه التقويم علاج وليس زينه. طيب وما بيستخدم للتجميل، اي ممكن يكون عنده اثار جانبيه من ضمنها نقصان الوزن، لانه انت بكون عندك مشاكل في الاكل. فالناس مفترض توعى انه يا جماعه ما في حاجه اسمها تقويم زينه. الزول اللي بيبيع لك تقويم بتاع زينه ده زول
بيضرك اكثر مما هو بينفعك، هو بينصب عليك بمعنى اصح. اضراره لقدام كارثيه، وعلاجها حيدخلك في متاهات يعني ممكن ما في تتحل. الحته دي ذات نفسها الاستشارات بتاع الفيسبوك يعني بيكتبوا في جروبات معينه انا محتاج كده او عندي كده، تلقى الناس افتاءات ما انزل الله صحيح. بها من سلطان. يعني بتلقى زول كاتب استشاره انه انا عندي مثلا حبوب او تقرحات قايمه لي في الخد من جوا مثلا. طيب ببساطه انت ممكن اقرب دكتور لك تخش له يديك علاج ما يتفاوت، ما ياخد معك 3 يوم. تجي تلقى الكاتب لك اعمل كستر، الكاتب لك اعمل صلصه، الكاتب لك حاجات كده غريبه مضمض ملح ما عارف يسوي يا كده. ريت لو هي يعني احيانا بتلقى اجابات ما عندها ما عندها ممكن تكون من معنى، النظريه بتاعت اسال مجرب ما تسال ولا طبيب. حتى العلاج البلدي ذاته او العلاج الطب البديل بتاع الاعشاب عنده اماكن معروفه الناس صحيح. ممكن تستقي منه. فالناس ما تمشي ورا الافتاءات ما في الفيسبوكيه او غيره. حتى ما كل المعلومات الموجوده على الانترنت هي صحيح. معلومات صحيحه. هو لا تشخيص ولا علاج من غير مريض موجود. بالضبط كده. صحيح. يعني انا عشان اقدر، لانه انت بتقول انا عندي تقرحات، التقرحات دي احنا عندنا كتاب قدر كده عن بس التقرحات 7 سنة قرايه. وغير يعني ممكن يكون 250 مرض بالتقرحات دي بس. فانت بتودي روحك في حتات ممكن حاجه تكون بسيطه الناس تكبرها لك، طيب ممكن حاجه تكون كبيره الناس تبسطها لك. طيب ما تزوغي مننا من حته الشعر دي برضه. نسمع منك حاجه صغيره كده ونحن طالعين على الختام. تسمع طيب. انا طبعا مأساتي اني ما قاعد احفظ ف لكن حافظ الفم فيه كم سن ما في مشكله. ما ممكن احفظ القرايه واحفظ الشعر الاثنين مع بعض. طيب. حتبقى شويه صعبه. حقوم اقول لك حاجه سريعه كده. عملنا لك جروب براك كده كمان هو. لا مش بس جروب، انا عندي جروب وعندي صفحه في الفيسبوك يا وعندي قناه في التليجرام. يا سلام. دي الحاجات الممكن الناس تلقى فيها القصايد حقتي. شكلك كده كايسه لنا حاجه كده. كايسه لك حاجه معينه. فعايزه اقول لك نسمع. هنا. ما لقيتيها؟ ارحل ودعني ما عدت اصلح للغرام. ما عاد قلبي يحتمل، لم يبق منه سوى حطام. ارحل وخذ معك الرفات كل تلك الأمنيات، واترك وراءك بعض دمع واحتراق وظلام وفتات. لحلا فرنسيا حزينا يا سلام. بعض نار وركام. لا تلتفت للخلف وامضي حيث شئت، أنا لم أعد تلك التي عشقت ترابك، لم أعد أنا من عشقت. لا تلتفت فأمامك الدنيا تمد جناحها، وأنا سأوصد خلفك الأبواب، عد من حيث جئت. لا تلتفت، أنا لا أريد سوى الهدوء وعطر درب فيه سرت. يا سلام يا سلام عليك. شوف الهدوء اللي نثرتيه على الهواء مباشرة ده شكله غريب كيف. بعكس العيادات وربما الآلام والأشياء اللي بتكون موجودة ده الوجه الآخر. والله نحن بنحاول بقدر الإمكان نحن نكون يعني ناس حنينين كده وما نخوف العيانين، لأنه حنينين يا دكتور انتوا بتقلعوا روح والله ما بنحب نقلع، لكن يعني انتوا بتجونا في وقت بيكون خلاص. صحيح في اشياء متاخره لا يصلح العطار ما افسد الدهر. صحيح. شكرا جزيلا دكتوره رؤى الطريفي، وحديث اكثر فيما يخص متى نزور طبيب الاسنان. والمعلومه ذكرتيها قبل انه ما في شيء اسمه تقويم زينه، هو مضر بشكل كبير جدا. ومعلومه برضه مهمه نزور الطبيب من بدري عشان ما نجي في مرحله متاخره من السوس وما شابه في الاسنان. ومثلنا الشعب يقول انه لو كتر السوس عود المرق بتشقى، يعني مش في السين حقيقه. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.